يا أفخاي اليهودية بريئة منك ومن أمك. اليهودية بريئة منك ومن أمك، لأن يا ابن اليهودية انتوا قاتلين أطفال قاتلين 7000 طفل لحد دلوقتي يا ابن اليهودية. انت بتدعي إن حماس بتستخدمهم دروع بشرية، وانت أصلا اللي مطلع السنوار من السجن عشان خاطر جلعاد شليط. واخد بالك؟ انت اللي مطلع السنوار من السجن عشان خاطر جلعاد شليط، فاكر؟ واخد بالك؟ انتوا اللي بتصنعوا اللي زي حماس من المنافقين علشان تفتوا بيهم عضد الأمة الفلسطينية. انتوا اللي زرعتوا حماس خليتوها تترعرع في المجتمع الفلسطيني. يا ابن اليهودية، يا ابن اليهودية، الديانة اليهودية أكيد ما بتقولش إنك أنت تقتل الأطفال يا ابن اليهودية، لأن حتى لو حماس بتستخدمهم كدروع بشرية، أنت واجب عليك تحرير الرهاين مش قتلهم، زي ما أنت بتحاول تحرر الرهاين بتاعتك. خليني أقول لك إنه كده كده لعبتكم مكشوفة، وأنت واللي زيك هيلاقوا مصيرهم قريب مش بعيد. لأن ما ينفعش تفضل تقتل في الأطفال كده وتفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى رب كل الناس، ربي وربك هيسيبكوا. ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبكوا، ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبكوا بكل ألم كل طفل من اللي بيصرخوا دول، بكل أم من اللي بتبكي دي، بكل شيخ عجوز عنده 70 سنة انت قلت له يلا امشي من هنا، امشي من بيتك يلا عشان احنا هنروح نجيب حماس. انتوا قاتلين كام واحد دلوقتي يا اوباش عشان تجيبوا بتوع حماس؟ قاتلين كام واحد يا اوباش؟ التفجيرات اللي انتوا فجرتوها دول، التقتيل اللي انتوا قتلتوه في الناس، تقول للناس يلا امشوا واتحركوا. طب والناس تتحرك ازاي؟ في ناس عندها 70 سنة، في ناس عندها اطفال رضع، في ناس مريضة، في ناس عندها اطرافها مقطوعة. انتوا مجرمين، اللي زيكم مجرمين. انتوا هتتعاقبوا، هتتحاسبوا كويس. انتبه بس عشان ما يغركش الشتايم والناس اللي بتشتمك والكلام ده. يا سيدي انا ما شتمتكش اهو يا ابن اليهودية، وبقول لك ان اليهودية بريئة منك ومن امثالك.